ماذا لو أعطينا حفاظ القرآن الكريم نسخة من المصحف مسحت منها الآيات؟ السلام عليكم. أكثر ما يخشى أي حافظ للقرآن الكريم أن ينسى الآيات أو أن تتفلت منه فيصبح قلبه خاليا من كلام الله. ولقد مر علي وربما عليكم أيضا أصدقاء أو معارف حفظوا القرآن في صغرهم، لكنهم للأسف نسوه عندما كبروا، ويا لها من خسارة. ومن هنا في الصيف الماضي عندما كنا في مخيم تاج الوقار 3، والذي بفضل الله تعالى خرجنا فيه عشرات الحفاظ للقرآن الكريم أو أجزاء منه، جاءتني فكرة تجربة عملية مع طلاب ومحفظي المخيم. هذه الفكرة تحمل رسالة عظيمة. طبعنا هذا الكتاب يشبه شكل المصحف تماما، لكن صفحاته خالية من الآيات. أحضرنا بعض الطلاب والمحفظين دون أن يعرفوا أي شيء عن الفكرة، ثم أعطيتهم الكتاب وطلبت منهم أن يقرأوا بعضا من الآيات، وهنا سجلنا ردود أفعالهم ومشاعرهم عندما فتحوه ورأوه على هذا الشكل. وسألتهم: ماذا لو نزع القرآن من قلب الشيخ عمر؟ ماذا لو نزع القرآن من قلب الشيخ عمر؟ أنا لا شيء من دون القرآن، حرفيا أنا لا شيء من دون القرآن. يعني مخيف الموقف يعني. ماذا إن نزع القرآن؟ والله هذه مصيبة صراحة. كيف؟ رهبة تزلزل قلب كل من أمسكه وفتحه، فالذي تعلق قلبه بالقرآن عند رؤيته لهذا المصحف بدون آيات سيستشعر أن قلبه قد نزعت منه الآيات كما في هذا المصحف، فيشعر حينها بضيق وألم. مشهد مخيف، مشهد يعظم حروف القرآن ويعظم وجوده، مشهد يثبت لنا كيف أن القلوب الحية حقا هي من تحيا بالقرآن، والميتة هي من تغفل عنه. مشهد يدفع كل واحد منا ليسأل قلبه: يا قلب، ماذا لو نزع القرآن منك؟ سبحان الله، موقف عظيم. يعني فتحت القرآن فما وجدت شيء. سبحان الله، نظرت أنه لو الواحد لم يحفظ القرآن فما في، يعني كالبيت الخرب حقيقة، وكأنه ما عرف الدنيا ولا الحياة. أنا صراحة أرتعش عندما وجدت القرآن فارغ. يعني سنكون في ضياع. والله ستكون حياة بلا معنى. والله لا حياة بدون القرآن يا سيدي، لا حياة. يعني أنا أحفظ القرآن منذ فترة من الزمن، لكن عندما أفتح المصحف وأقرأ في صفحة من صفحاته يعني أستشعر النور والطمأنينة والسكينة، مع أني أحفظه لكن فيه البركة وفيه الزاد. وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله. هذه عبرة وعظة أبلغ من أي قول والله حصلت عليه أو سمعته. اللهم ثبت القرآن في قلوبنا. لست حيا بدون القرآن يا شيخ، لست حيا بدون القرآن، لا أستطيع أن أعيش بدون القرآن. دقائق تدعوك أيها الحافظ للتأمل فيما تحمل في صدرك من نور القرآن. أنت تحمل كلام الله كأمانة تصونها وتحفظها بالتكرار والتطبيق. دقائق تشجعك يا من بدأت في طريق الحفظ أن تستمر فيه وتواظب عليه، فإنك على طريق شريف سيرفعك الله به، وستفوز في نهايته بصحبة عظيمة أبدية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكيف بي وقد عرضت على ربي ولم يتقبل ربي مني أنا. كيف وقد حشرت يوم القيامة وأدعى على رؤوس الأشهاد ويقال لي: اذهب إلى النار فأنت أول من سعر بهم النار.
قد قرأت ليقال قارئ، وقد قرأت وقد قيل فيزجني في النار. والله لولا أن ألطاف الله جل وعلا ورحماته معي في كل وقت وحين ما كنت الآن ماثلا أمامك. القرآن أغنى شيء في حياتي. كل حياة بدون القرآن هي ليست حياة، وكل نفس نعيشه بدون القرآن فهو ليس بنفس. فلولا توفيقه ومعيته ورحمته ولطفه وعنايته ما كنت لأكون هنا. إن شاء الله عز وجل لا يكتب علينا أن نكون من الأشقياء. القرآن شرف ومنزلة كبيرة جدا وعظيمة، فأن يؤتاها الإنسان ثم يحرمها هذا هو الحرمان والخسارة الحقيقية، نسأل الله السلامة. القرآن هو من يوقظه، هو من يستشعر هذه المعاني. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. دقائق تنبهك يا من لا تزال مبتعدا عن درب الحفظ أن قم واستدرك ما فات، وابدأ حالا بهذا المشروع كثير الخيرات. الحجج والله لن تنتهي، ليس هناك شيء اسمه الظروف المناسبة، فبالقرآن دائما تصنع الظروف وبه تبارك الأوقات. استعن بالله، لا تعجز، وتذكر أن حفظ القرآن من أعظم القربات وأفضل الطاعات. من اليوم ضع خطتك، واعلم أن هذه الخطة هي أهم سبب للنجاة في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن العمل بها أضمن عمل لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. احفظه، رتله، افهمه، كن في حضرته بقلبك وعقلك. وإن حفظت فكرر حفظك ولا تهمله فتنساه. عاود النظر في وقتك اليومي المعطى لورد القرآن، خصص له وقتا كافيا يوافي شأنه وقيمته، واعمل به لنفسك ولغيرك. سبحان الله، عندما يعيش الإنسان مع القرآن يجد البركة في حياته. فوالله ما اكتسبت شيئا ولا تفوقت في دراسة ولا تفوقت في عمل إلا وكان هذا ببركة القرآن. ويا سعدك وهناك لو نلت شرف المتعلم المعلم فتصبح من أخير الناس، كما ذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف. عاود مشاهدة المقطع بقلبك وقيم حالك مع القرآن. شكرا لكم على المشاهدة، انتظرونا في الفيديو القادم لنعرفكم أكثر على مخيم تاج الوقار